العواف وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده هنتكلم على البالانس اللي عمله الاستاذ خالد الصاوي في مسلسل سيد الناس. قاعدين لا بينا ولا علينا لقينا الاستاذ خالد الصاوي في مشهد دراماتيكي حاد نازل على السلالم وهو لابس ابيض فابيض، وبيمثل دور ملاك. يعني انا اصلا لما شفت المشهد قلت ايه ده، هو ده حلم ولا ايه؟ للاسف ما طلعش حلم، بس هو بيهيئه ان هو يموت على شكل ملاك. فالراجل جمع العيله وقام مبين ان هو تعبان، وقام شايل الكانولا اللي في ايده وقام قال لهم انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على حاجه واحده بس. وهوبا قام ضارب بالانس. اقسم لكم بالله اول مره اخد بالي ان الاستاذ خالد الصاوي بيقدم كوميديا بالشكل ده. فكرني بالظبط بالبالانس اللي ضربه كتكوت في الفيلم. كان ناقص بس الاستاذ حسن حسني يبقى قاعد وهو يقول ايه، شوف دي. فصراحه يعني حاجه شنيعه، حاجه موتتني من الضحك. موتة ضحكتني بالظبط نفس الضحك اللي ضحكته لما شفت موتة ابو ليلى علوي في فيلم بحب السيما. فاكرين ابو ليلى علوي في فيلم بحب السيما مات ازاي؟ راجل قاعد بياكل، المفروض بعد ما يخلص اكل مثلا يقوم قايم يغسل ايده. لا الراجل ما غسلش ايده، الراجل عامل كده وقام ميت. ما اعرفش مات ازاي. فكنت بتفرج على الفيلم ده على طول، وكل ما تيجي الحته دي اقعد اضحك. فدلوقتي بقيت ايه، اضحك على الموتة دي وعلى موتة الاستاذ خالد الصاوي. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على الاستاذ محمد سامي والمنحوتتين الجميلتين اللي بيقدموا لنا السنه في رمضان. حاجه مش عايز اقول لكم، اهم حاجه في الموضوع كله انك تشوف اللقطه دي بالظبط كده. ففي البدايه كده ان شاء الله هننزل بس بالانترو ونرجع نتكلم على النحتيتين. اصل هو الراجل ناحت مسلسلين، ايش وسيد الناس. فهنرجع لكم بعد الفاصل ونتكلم بقى ايه باستفاضه. بالانس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلى على النبي. في البدايه كده عايز اقول لك حاجه مهمه. 99.9 من الاطباء النفسيين ينصحونا بمتابعتي، فاشترك في القناه وتابعني عشان انا هموتك من الضحك على الوسط ده. ندخل بقى في الموضوع على طول ونتكلم على الاستاذ محمد سامي. يا استاذ محمد اقول لك على حاجه، انت مخرج عادي، والله العظيم مخرج عادي جدا. يعني اللي انت بتعمله ده انا اعمله عادي جدا، انا راجل دارس اخراج الحمد لله واعمله، وممكن اقول لك اعمل احسن منه. بس انت مخرج صايع. عامل ايه؟ فاكرين التركيبه بتاعت السبكي لما نجحت معاه 20 سنه لقدام، اللي هو ايه، نجيب المطرب المشهور الشعبي اللي على الساحه ونجيب معاه عندنا الرقاصه شويه والناس بقى تهرش. اما لك اما غير الخطه، نشيل بقى سعد الصغير ونحط محمود الليثي، نشيل دينا ونحط صفينار، وهي ايه شغال شويه يقوم شايل محمود الليثي ويقوم جايب مطرب شعبي ضارب، وبعد كده يقوم جايب رقاصه جديده اللي هي على الساحه، وايه وكله بياكل عيش. ده اللي بيعمله محمد سامي بالظبط، بس مع الاسف انه بينحت. يعني بيجيب لك نفس القصه. في البدايه كده انا هكلمكم على سيد الناس، نفس قصه جعفر العمده بالظبط. هي البطل حد جامد وحد بقى ايه مظلوم، وحد من 20 سنه. فاكر من 20 سنه انا حسن الهلالي. فهي التركيبه دي مع محمد سامي على طول. اتفرج على سيد الناس، واتفرج على ايش واتفرج على جعفر العمده، واتفرج على الافوكات، واتفرج على المسلسل اللي هيعمله السنه الجايه. هي نفس التركيبه. فاكرين انتوا الافلام الهندي زمان كانت معتمده على ايه، على الانتقام، عشان كده كانت ساعتها ناجحه بالرغم ان هي كانت هلس، بس كنا بنتفرج عليها بقى. مرض بقى وقمر واكبر وانطونيو ولقاء الجبابره وحاجات كده من في 60 نيله. بس المهم في الموضوع ان في انتقام وفي قصه وفي ناس هتتشلوح. هو ده اللي بيعمله محمد سامي بالظبط، وبيضحك عليكم. طب هل ده نجاح ولا فشل؟ اعتقد ان هو عادي، بس هو صايع. بس هو بيحط شويه تاتشات جميله بيضحك عليكم بيها. اقول لكم عليها، ورقه وقلم واكتب ورايا. اولا هجيب مطرب شعبي جامد واكل السوق، ممكن احمد سعد، ادم، مسلم اللي هو بيغني يقول يا وجع القلب ده، واد صوته حلو ومش عارف بتكعبل فيه في المنطقه عندي كتير معرفش ليه، بس اهو موجود كل شويه بشوفه. يجيب المطربه بوسي، يجيب لك صوت حزين شعبي مليان شجن كلنا بنحبه، ويعمل لك تتر المسلسل. وبعدين يخلي كتاب التتر المسلسل اغنيه كده فيها ايه صعبانيات، اللي هي ايه انت تحسها. ايوه انت اللي بكلمك، انت نفسك وانت قاعد كده تقول والله العظيم اللي بيحصل ده بيحصل لي وانا معجون وقرفان، لان انا بقعد اسمع وحشني نفسي كتير قوي، واقعد اقول ايه انا فعلا فين ايام ما كنت مرتاح البال. بالرغم ان انا ما كنتش بتفرج على جعفر العمده خالص يعني قوي، يعني كنت بتفرج ايه على ايه حلقه وافوت حلقه، بس كان التتر عاجبني جدا. فهو لازم يعمل ده. والحاجه التانيه بقى يا معلم اللي هو بيشتغل عليها وبيعرف يجيبك بيها، بيجيب موسيقى حزينه جامده قوي في المسلسل. يعني مثلا يجيب لك واد لعيب كمانجا
ايه جاحد شرير يعني. الكمانجه بتصرخ في ايده واحساسه عالي قوي، فيقول له بقى ايه، اديني حته سولو كده بالكمانجه، انا عايز الكنبه اللي جنب مني دي لما تسمعها تعيط. فالراجل يدي، هو راجل محترم وفنان وزي الفل. فانت تسمع بقى ايه الكمانجه دي على واحد بيهري، واحد بيقول ايه، انا كنت ماشي امبارح وما كانش معايا سجاير وكنت بقول لحد هات سيجاره والموسيقى شغاله، فانت تحزن بقى وتعيش في الموسيقى وسيبك من الهري بتاع الحوار، يعني الحوار ده ما يشغلكش، انت سرحان مع الموسيقى. فتيجي تبص تحس ان ايه الحلقه جامده قوي، خطفت قلبي ومشاعري والموسيقى ايه لازقه في وداني، مش عايز اقول لك يعني. فدي الحاجه التانيه. الحاجه التالته لازم البطل يبقى مقهور او غني بس عنده حاجه بقى، ابنه ضايع من 20 سنه، اتحبس ظلم بسبب حاجه بس هو ايه جامد يعني. فدي التركيبه اللي بيعملها محمد سامي عشان يضحك عليك. واهم حاجه بقى دي بقى ايه لازم تركز معايا فيها، دي بقى ايه حاجه مهمه قوي، انه لازم يجيب الاستاذه سلوى عثمان وفي نهايه كل حلقه لازم تبقى عامله كده. فانت تقول ايه ده في ايه، فلازم قبل نهايه الحلقه ما تتقفل تقوم الاستاذه سلوى عصام بوشها كده فاتحه باب الشقه، تقوم باصه كده ومبرقه جهاد جريشه، ونلاقي الصوره دي، الحلقه تتقفل على كده. وطبعا لازم يحصل جدل ما بين الاهلاويه وما بين الزملكاويه في الحلقه الجايه، فتلاقي الاهلاويه يقول لك ايه، جهاد جريشه هيظهر الحلقه الجايه، يبقى كده في احتواء للزمالك. يوم الزملكاويه ردين عليهم يقول لهم جهاد جريشه هيظهر، يبقى في ضربه جزاء للاهلي الحلقه الجايه، وناكل في بعض على السوشيال ميديا وانتوا ايه هريانين مدريانين مش عارفين اي حاجه. فنيجي نبص الحلقه بتاعت تاني يوم اللي احنا كلنا مستنيينها وهاريين بعض عليها بقى في كلام بقى وايه واحصائيات، وهيبقى في تسلل وهيبقى في جون اوف سايد وحاجات كده غريبه. فيقوم ايه استاذ محمد سامي عامل حركه لوزعيه ملهاش اي 30 لازمه، نفتح الحلقه بنفس الراكور بتاع وش الاستاذه سلوى عثمان اللي هو جهاد جريشه، نفتح بقى نلاقي ايه، تيجي اللقطه على الاستاذ جهاد جريشه نلاقيها واحده ست بتقول لها اسمي جهاد سعيد باشا جريشه يا حراميه. بص اوف سايد، طلعنا كلنا في الاوف سايد، رمانا اللي هو ايه بقى. بص بقى لها حكايه ثانيه خالص واتجلون علينا. الاستاذه جهاد سعيد جريشه دي كانت ست هانم زمان، والاستاذه سلوى عثمان كانت شغاله عندهم. ففي مره من 20 سنه الاستاذه جهاد عملت لها طبق محشي واديته لها، كان محشي بالليه. فالمفروض الاستاذه سلوى عثمان بعد ما تاكل هي وعيالها الغلابه اللي هي بتعطف عليهم تقوم غاسله الطبق مثلا وحاطه لها فيه رز بلبن زي زمان كانت جارتك تبعت لكم حاجه. فوالدتك طبعا ست محترمه بعد ما تاكلوا اللي جارتك بعتته لك في الطبق تقوموا غاسلين الطبق وحاطين لها مثلا فيه رز بلبن وتبعتوه. فايه اللي حصل بقى، انا احكي لك بقى قصه بقى ايه من وحي الخيال، انا عارف الاستاذ محمد سامي بيفكر في ايه. فبتقول لها انا جيت اعمل سلطه النهارده ما لقيتش الطبق اللي بعمل فيه السلطه. فاكره الطبق يا حراميه لما بعتهولك من 20 سنه وانت المفروض كنت تحطي لي فيه رز بلبن او كيك وما بعتهوش، افتكرته النهارده وجاي اخده منك في الحلقه. فتيجي تبص تلاقي صراع الطبق اللي من 20 سنه ظهر في حلقه الاستاذ محمد سامي، وهوبا نبدا بقى في حوار تاني. ولازم برضو الحوار ده ينتهي ان في اخر الحلقه بنلاقي قفله تانيه خالص اللي هو بص ابويا، ونلاقي الصوره دي. فنقعد بقى نقول الله 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 ابوه خرج من التراب. فنقعد بقى نضرب اخماس في ازاز، ابوه جاي يضربه عشان خاطر ما عملش الواجب امبارح، ونقعد نرغي ونتكلم. وتيجي تبص لنا كلنا متابعين المسلسل على الهوا مفيش اي كلام. بس هل ده نجاح ولا مش نجاح؟ انا اعتقد ان هي صياعه ونجاح. بس في شويه افيهات بتتقال في المسلسل والله انا ما راضي عنها خالص. يعني في الحلقه بتاعت امبارح ظهرت الوصيه بتاعت ابوهم، فبيقولوا لهم كلهم يلا نقرا الوصيه. فالمحامي مطلع الوصيه بتاعت ابوهم مكتوبه على جلده. فالاستاذ احمد رزق لازم يرمي افيه جامد يموتنا من الضحك، بيقول له ايه ده، هي دي وصيه ابوك ولا دي رساله مبعوثه لنا من عز الدين ايبك؟ صدق بالله الافيه ده يتقال مثلا في يوميات زوجه مفروسه، يتقال مثلا في راجل وست ستات نقبله، لكن مسلسل فيه الكلام ده تقوم قايل فيه الافيه ده والله العظيم ما نقبله ابدا. معلش انا اسف، انت الكوميديا عندك ضايعه فمش لازم. بس في حاجه بقى مهمه جدا عايز اقولها لكم، ظهور الجلده دي في المسلسل اكيد وراها حاجه. الخازوق يكون الجلده دي جلده مثلا بني ادم ابوهم موته وقام سالخ الجمجمه بتاعته وقام منشف الجلده وقام كاتب لهم عليها الوصيه. فنيجي نبص نلاقي بعدها بحلقتين ولاد الراجل اللي جمجمته اتسلخت وكتب عليها الرساله طالعين وظاهرين في المسلسل عشان ياخدوا حق ابوهم اللي هو يعتبر خالد الصاوي موته وكتب على جمجمتهم. وبقى اتفرج بقى على اللي هيحصل، ده احنا هنشقى شقه في المسلسل وفي الاخر
هتلاقي البطل جامد، والبطل لازم هو اللي يكسب في الاخر، ومفيش عندهم مظلوميات، لا الناس دي بتدوس على اي حد. ونفسي افهم حاجه، هو انت يا استاذ محمد الكرو اللي معاك ما بتغيروش؟ يعني انت بجعفر العمده عملت محمد رمضان مبسوط وتمام التمام، وكانت العيله اللي قصاد منه اللي هم اصلا متضايقين منها عيله طارق النهري، فتيجي السنه دي في المسلسل ده ونفس القصه، بس بدل محمد رمضان عمرو سعد وبرضه طارق النهري. يعني انا بمل يا عم، لازم يبقى في لمسه ابداع. غير بقى شويه عشان احنا ملينا يا عم محمد. انت صايع، صايع. الناس بتتفرج على مسلسلاتك، بتتفرج على مسلسلاتك عشان هم مش هارشين الكلام اللي انا بقوله، لكن غير يعني، اعمل لمسه ابداعيه. مش لازم كل شويه اشوف احمد زاهر وقاعد ايه. هو عمل الدور ده حلو جدا في البرنس، وانا كنت بسقف له لانه كان مختلف بالنسبه لي وجديد، لكن كل مسلسل يطلع معاه هيطلع هو نفس الدور اللي عمله في البرنس. طب ما انا اتفرج على البرنس بقى يا عم. فين الابداع يا عم محمد؟ فوق بقى معانا عشان احنا غضينا. فده كلام النهارده على مسلسل سيد الناس، اللي انا عارف قصته، اللي هي قصه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها والسنه اللي قبليها وقصه السنه دي وقصه السنه الجايه لو لينا عمر. انا بقول لكم اهو من دلوقتي، السنه الجايه لو لينا عمر الاستاذ محمد سامي هيقدم نفس القصه دي، اللي هو البطل اللي طلعان عينه وعين اللي خلفوه وشايف المذله هيرجع ياخد حقه وينتقم من المجتمع. احنا بقى متذنبين ولازم نتفرج. فده كان كلامي سريعا عن مسلسل سيد الناس، واستنوني بقى في حلقه ناريه عن مسلسل ايش، لان المسلسل ده فشخ كل حاجه. المسلسل ده منحوت من قصه كلنا عارفينها بالظبط بالملي، بس طبعا مش هينفع اقولها دلوقتي بقى، ندي لكل ذي حق حقه. النهارده سيد الناس وقطعناه. الفيديو الجاي بقى نتكلم على ايش، وهوريكم حاجه وهوصل لكم حاجه يمكن تكون انت اللي بتتفرج عليا مش واخد بالك منها. القصه بتاعت ايش دي انت شفتها قبل كده وعارفها كويس جدا، بس ممكن تكون مش واخد بالك، وانا اول ما اقول لك عليها هتقول لي ايه ده بالظبط، ده هي نفس القصه. فاشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني ومش هتندم. انا قاعد لهم. سلام عليكم.